السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه. وصفه زوينه بزاف كتفكرني دائما في يامات الجو البارد في هذه الوقيته فاش كانت كتوجدها لينا ماما، غير هي غتكون فيها اضافه اللي غتكتشفوها ان شاء الله في هذا الفيديو. غنبداو ان شاء الله بالخميره البلديه. انا وليت دائما كنخزنها في الثلاجه، ما بقيتش كنخليها في الكوزينه، يعني وقت ما كنحتاجها كنجبدها كنغديها جوج المرات وكندوز مباشره كنعجن بها. هنايا في الليل يعني قبل بنهار جبدتها من الثلاجه، غديتها بجوج معالق كبار ديال الدقيق وغادا نضيف ليها كميه من الماء ونخلطها مزيان ونخليها حتى تخمر. هذه هنا من بعد ما تخمرت تعطلت عليها شويه، معليش راه كيبان لكم انها دايره الرغوه من الفوق، فهذا يعني انها راها نشطات. غادا نعاود نضيف ليها مازال جوج معالق اخرين ديال الدقيق. هنا كنغديها غير بالفرينه بوحدها مغربله. الفرينه وحدها مغربله ما كتخليهاش تحمض، يعني ولو انها يهبط هذاك المستوى ديال التخمر، ملي كتوصل الطوب ديالها كتبدا تنزل، فملي كينزل المستوى ديالها ما كتحمضش بالزربه، ماشي بحال ملي كيكون فيها دقيق كامل بالقشره ديالو او القمح الصلب بالقشره ديالو، فهي دغيا كتفاعل كتنشط لان فيها مغذيات ودغيا كتبدا تحماض. هذه بالنسبه للاخوات اللي ما كيعجنوش دائما، فممكن انكم تعتمدوا الفرينه المغربله هي اللي تبقاو تغديو بها الخميره ديالكم. هنا ضفت كيف ما شفتوا جوج معالق المره الثانيه جوج معالق كبار ديال الدقيق وكميه من الماء وكتخلطوها مزيان حتى كتنسجم، كيجي قوامها سائل. بغيتوها تكون ثقيله ماشي مشكل، يعني على حسب نتوما على شنو تعودتوا. ما كانش عندي الدقيق فمشيت مباشره خديت من القمح اللي عندي، كان مغسول واجد، خاصني غير نقيه وندير الطاحونه، فخديت منه وطحنت غير في الطحانه الكهربائيه ديال الدار، وهذه دائما كنديرها. يعني ملي ما كيكونش عندي دقيق موجود فكنطحن في الطحانه، سواء في الطاحونه الصلبه غير عكس باش نجبدها، خديت غير هذه طحنت فيها وحتى هي عطاتني نتيجه مزيانه، ولو انه جا بحال السميد. يعني اللي عنده بحال الطحانه ممكن تعتمدوها توجدوا بها السميد ديال الكسكسو، ممتاز، عطات نتيجه زوينه. غير هو خذوا الوقت وطحنوا على الخاطر. خليت كميه باش غادا نقرص البطبوط وما باقي غادا نعجن به، مقدار تقريبا كيلو الا ربع حتى الكيلو، وضفت معاه نفس المقدار ديال الفرينه مغربله. مكوناتها هي كلها جمعتها: القمح، الفرينه، الخميره، وعندي حتى كميه من الماء ديال الجبن، كنت وجدت شي شويه جبن وبقى لي الماء ديالو، فهو غادا نعجن به. جمعت المكونات كامله: فرينه، القمح، فرينه، دقيق الفرينه، دقيق القمح، الخميره البلديه، الماء ديال البلبلدي، وزدت شويه الماء لانه ما كفانيش. هادشي كامل بالماء البارد لانها غادا نخمرها في الثلاجه، الماء عادي. وضفت ليها الزرارع كيف ما كتشوفوا، قزبر كارم. جمعت المكونات بعدا اولا وخليتهم يرتاحوا نص ساعه حتى ساعه الا ربع، ممكن حتى ساعه، تخليوهم غير تجمعوا وتحطوها. ومن بعد كتضيفوا الزرارع: زريع الكتان، سانوج، حب رشاد، قزبر كارم مطحون، اللي متوفر عندكم ممكن تضيفوه. وكتعجنوها على الاقل 7 دقائق حتى 10 في العجال الكهربائي، وباليد من 10 حتى 15 دقيقه. وهذا هو الجلوتين. من بعد ما كيتفاعل كيولي الاستيك. هذه باش تعرفوا بان العجينه راها ناجحه 100%. صافي غنخليوها تخمر كيف العاده 4 سوايع 5 سوايع، ومن بعد كنشكلوها بطيبيطات وكنخليوها ترتاح نص ساعه. كنبداو نطيبوا. الا كان خبز كتخليوها ترتاح على الاقل ساعه حتى لساعتين، لان الخبز كيكون الحجم ديالو يعني السمك ديالو كيكون غليظ، فكيحتاج مده اطول باش يعاود يتخمر التخميره الثانيه. هذه راه بات الليله كامله في الثلاجه والصباح باش قرصته. طيبت البطبوط وخزنت باقي العجينه اللي غادي نحتاجها في البطبوط الثاني، رجعتها للثلاجه. ملي كتكونوا باغين يعني عجينه وحده تاخذوا منها جوج مخبوزات، وخاصه الا كنتو غادي توجدوا شي حشوه، كتاخذوا المقدار كتجبدوها من الثلاجه، كتاخذوا المقدار ديال الخبز اللي غادي نطيبوه على اساس تغداو به،
والعجينه الاخرى كتدخلوها مباشره للثلاجه، ما تخليوهاش برا باش تبقى عمليه التخمر ببطء في الثلاجه، ما يحماضش ليكم وما يخسرش. من بعد انا طيبت البطبوط باش تغدينا، وعاده عاده مشيت يعني هذه التقديه اللي جبتها معايا من السوق. جبت البصله الخضاريه، من ضمنها البصله الخضاريه، الفجل، والفجل الاغلبيه كيلوحوا الوريقات ديالو، وهذا هو الموسم ديال الفجل، موسم ديال اللفت بانواعه. ما تضيعوش هاد الوريقات. الناس زمان راه ما كانوش كيضيعوا بحال هذا الشيء، كان كلشي تيتكال. بالنسبه لوريقات الفجل هما اللي غادي نستعملهم في الحشوه هما اللي غنستعملهم في الحشوه. وممكن تستعملوهم في شلاضه، راه كيجي المذاق ديالهم بنين بزاف، ما كيكونش مر بحال او المذاق ديالو قاصح بحال الفجل، كيكون مذاق خفيف وزوينين. يعني غير جربوهم ملي تجيبوا الفجل، جيبوه وغسلوهم، لانهم كيف كتعرفوا راه دغيا تيدبالوا. استعملوهم في نفس النهار وكاقصى حد الغد عليه اليوم الموالي. هذه البصله الخضاريه البوريه كيبان لكم ان الحجم ديالها صغير، الاوراق ديالها سميكه، وتبارك الله ما فيهاش بزاف ديال القشور والخسران. هذه اللي كتكون بوريه راه كتاكدوا انها راه ما فيهاش مبيدات، ما فيهاش اسمده اللي كتنفخها وكتجي الحجم ديالها كبير، مذاقها ما زوينش، فهذه كتكون زوينه. قطعت ورقات ديال الفجل، قطعت البصيله كامله، وضفت ليها بطبيعه الحال الشحمه ديال الغنمي. الشحمه راه هي الوقيته اللي كانوا كياكلوا فيها الناس زمان، الشحمه مع هادشي ديال الخبز. ودائما كتلقاو يا اما الحبوب معاها شي حاجه بحال هكايا فيها شحمه، فيها حشائش الارض. هذه كانت التغذيه ديالهم. صافي. بالنسبه للتوابل شنو فيها معلقه كبيره ديال اسوفير احران، ملعقه كبيره ديال القزبر الكارم، ملعقه صغيره ديال الخرقوم عرق، وملعقه صغيره ديال التحميره. ضفت لهم زيت الزيتون، والملحه ما كنضيفهاش مع التوابل، كنخليها حتى كنعجن الحشوه ملي كتكون طريه غنستعملها بدون طهي بلا ما نطيبها. دائما كنعجنها بيدي، ماشي غير كنحركها، كنعجنها مزيان حتى كتدبال تحت يدي، باش من بعد ملي غادي نبغيو نديروها وسط الخبز او المخبوزات ما كتقطعش لينا العجينه. من بعد ما عجنتها مزيان ضفت لها الملحه كذلك. علاش كنضيفها حتى الاخر؟ لانها الزيت والشحمه كتلبس بها ديك الخضره، فملي كنضيفوا الملحه ما كتلقش الماء، كيكون هذيك الماده الدهنيه كتكون هي الحاجز ان ما كتخليش الخضره كتطلق الماء. هانتوما غتشوفوا راني كنهز الحشوه ما كيبانش لكم نهائيا انها طالقه الماء. جبت العجينه حطيتها فوق سطح العمل وكنبدا نعمرها. العجينه راها مرخوفه، كنرش الدقيق، والا شفتوا من الاول انا غادي نعاود نوريكم دابا. والمقله راني سخنتها هي الاولى، خاصها تكون سخونه مزيان باش يجيكم البطبوط زوين ودغيا يطيب وما يقصاحش. كنرش شويه الدقيق، كنقطع العجينه، وإلا شفتوا الدقيق كنديرو غير من الاسفل فقط. اليديه كيبقاو دائما ما فيهمش الدقيق، ما كنرشوش نهائيا على العجينه من الفوق باش ما كتحلش لكم العجينه، لانه لو وصلتوها بالدقيق المكان اللي غادي نحطو فيه الحشوه ما غاديش تسد لكم العجينه. صافي كتبقاو تستمروا بهذه الطريقه، كترشوا الدقيق في اسفل، كتحطوا قطعه من العجينه فوق هذاك الدقيق اللي رشيتوه. انا راه كنهز العجينه وكنحطها فوق المقله وكنعاود مازال نقرصها. الا كنتو كتبغيو البطبوط او المخمر يكون السمك ديالو رقيق بزاف. هاي غادي نعاود نقطع عاوتاني، وكيف ما كتشوفوا كنحطها غير من الاسفل هو اللي كيكون مع الدقيق. الفوق كنحاول غير كنحلها بيديا بحال هكا وكنعمرها بالحشوه مقدار ملعقه كبيره. اللي كيبغيو الهريسه او كيبغيو الحار ممكن تضيفوا الحار. الا ما عندكمش توابل اسوفير احران كديروا الهريسه، كديروا غير القزبر والتحميره والخرقوم. صافي الله يجعل البركه.
كنقرصها مزيان ونحطها نكمل تقراص فوق المقله. المقله انا واخده من الحجم الكبير، كتسهل بزاف بزاف. الحجم الكبير كتولي طيبي 3 4 البطبوطات في مره واحده، ما كتبقاش تضيع الوقت نهائيا. يعني ممكن عجنه كامله فيها 18 بطبوطه طيبيها في مده نص ساعه. صافي كنستمر حتى كنكملو كامل. وهذه العباسيه كما كنقولوا دائما اي يعني حاجه الاولى اللي كتكون يلاه طابت الاولى كيقولها العباسيه، ناس زمان كيقولها العباسيه، وكاين اللي مازال محتفظين على هذه المصطلحات. وحتى حنايا مازال محافظين هذا المصطلح ديال العباسيه. هذا تراثنا الغذائي، تراثنا الشفهي. العباسيه كنقولوا دائما على المخبوزات اللي كتكون يلاه طيبه اول وحده. احيانا كتقال على المخبوزات اللي كتكون مثلا مسمنه ما كتجيش زوينه، البغريره الاولى ما تجيش زوينه، فدايما كيقولك العباسيه دائما ما كتكونش هي هذيك. لا، هاد العباسيه زوينه وبنينه صراحه، جات لذيذه. يعني ما قدرتش نصبر تنذوقها معاكم. فملي كنت كنقرص شي لاخر كليت منها، جات بنينه صراحه، جا بنين بزاف. الا عندكم شي شحمه جبدوها وجدوا بها غوتي سخون. هذا راه شي مرات راه كنفطر به في الصباح، كناخذه هو في الصباح مع الفطور. التوابل كتسخن، الشحمه كتسخن، الحشائش ديال الارض هذه وقيتها. يعني ما تلتزموش غير بالورق ديال الفجل او ورق ديال اللفت، ممكن تستعملوا الخميده، ممكن تستعملوا السلق، هذيك اللي كتكون الاوراق ديالها فتيه. الخبيزه شويه صعيب انكم توجدوا بها هاد الحشوات. الخبيزه كتليق للطياب كتر، الكسكسو كتر. اما هاد الورقيات اللي كتكون فتيه بزاف دغيا كطيب، فهي كتليق لهاد الحشوات. راه جا بنين بزاف بزاف بزاف، غير نفكرتكم فيه. ان شاء الله يكون عجبكم، والسلام عليكم.